الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على مولاي صاحب العصر والزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سلسلة دروس المقامات وأيضا سلسلة دروس الصوت، إن شاء الله سوف نشرح في بداية هذه الدروس بالمقامات النغمية، وسوف نبدأ في مقام البيات. نحن وإياكم ومقام البيات بعد هذا الفاصل. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. حلقتنا لهذا اليوم عن مقام السلطنة، مقام الطرب الأصيل، مقام البيات. مقام البيات هو من المقامات الشرقية الأصيلة الرائعة الذي لطالما سمعناه في تلاوات كبار القراء في بدايات تلاوتهم وحتى في توسطها وفي النهايات، وأبدعوا في أدائه الكثير من القراء بل جميع القراء، ولكل قارئ ميزة في أداء مقام البيات، بداية من القارئ محمد سلامة وما قبله من القراء وإلى عصرنا هذا. إلى هذه الأيام نسمع القراء جميعا يقرؤون بنغمة البيات الجميل الرائع ويطربوننا في أداء هذا المقام الرائع. مقام البيات واستخداماته عظيمة جدا ومتعددة، فليس لقارئ القرآن فقط الحق في استخدام مقام البيات، بل القارئ والرادود هذا اليوم والمنشد كذلك له استعمالات خاصة في هذه المجالات لمقام البيات. نعم، سوف نشرح مقام البيات ونقسمه بسهولة إلى 4 نقاط. تمام. النقطة الأولى وهي استخدام مقام البيات ودلالته. أولا النقطة الأولى استخدام مقام البيات ودلالته. ما هو استخدام مقام البيات وما هي دلالته؟ يستخدم على نطاق واسع، فهو يجمع بين الشجن والرق والفرح والحزن. إذن القارئ بإمكانه أن يقرأ مقام البيات في التلاوات القرآنية بأي آية تظهر له يستطيع أن يقرأها بنغم البيات. نعم، وهو مقام الاستهلال كما قلنا في بداية الحديث، فإن القارئ يستهل بداية تلاوته بمقام البيات، كذلك المنشد يستخدم مقام البيات في بداية قراءته وبداية إنشاده، ولهذا سبب طبعا، لأن مقام البيات ذو طابع جميل يدخل نغمه القلب بصورة سريعة ويجذب المستمع لمن يؤدي مقام البيات. نعم، وأيضا نقطة أخرى، مقام البيات يعتبر نقطة انطلاق المقامات الأخرى، فإذا أنا كنت أقرأ بنغم البيات وأردت الانتقال إلى أي نغمة أخرى أو أي مقام آخر، فمن خلال مقام البيات بسهولة كبيرة أستطيع أن أنتقل إلى مقام آخر. أو على العكس، إن كنت أقرأ بغير مقام وأريد العودة إلى مقام يلزمني أو يعطيني فرصة للسيطرة على تلاوتي إن حصل هنالك إرباك في المقام في النغمات التي تؤديها، فمباشرة أعود إلى مقام البيات وبعد ذلك أنطلق انطلاقة جديدة. فهنا نستدل أن مقام البيات هو جوكر، مثل ما يسمى جوكر، نقول جوكر للمقامات الأخرى. هذه النقطة الأولى. زين. النقطة الثانية سلم مقام البيات. سلم مقام البيات. سلم مقام البيات. السلم، معنى السلم، توضيح بسيط لمعنى السلم. السلم هو السلم الصوتي أو السلم الموسيقي اللي كلنا نعرفه، اللي هو الدو والري والمي والفا والصول واللا والسي وينتهي بالدو. هذا هو السلم الموسيقي. ولكن هنا سلم مقام البيات يختلف في الحروف، اختلافيا في الحروف لسبب أن هنالك سلم آخر. عندما نصل للمراحل الاحترافية إن شاء الله سوف نأخذه. يوجد سلم آخر مقابل هذا السلم، بدل الدو والري والمي والفا والصول والسي والدو يضعون حروفا أو رموزا أخرى. بدل الدو يسمونها بالرست، والري يسمونها بالدوكر. تمام.
والمي إلى آخره، السيجا، جهاركا، نوى، حسيني، تمام، وإلى آخره من هذا السلم. من هذا المنطلق يوضحون لنا أن سلم مقام البيات يبدأ على درجة الري. إذن مقام البيات، سلم مقام البيات يكون بشكل التالي: ري ونصب، ري مي، عفوا، ري مي فا صول لا سي دو ري. هذه الري تسمى ايش؟ هذه قرار. وهذه الري هنا شنو ماذا تسمى الجواب. تمام؟ هذا هو سلم مقام البيات، يبدأ بالري درجة الري قرارا وينتهي بدرجة الري جوابا. نعم، هذا هو سلم مقام البيات. نأتي إلى تطبيقه. نأتي نقول ري مي فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول فا مي ري. ري مي فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول فا مي ري. هذا هو سلم مقام البيات. هنالك علامات توضع على هذا السلم، هي علامات بالشكل النغمي يأخذونها أصحاب الدراسات النغمية التخصصية في فنون الغناء. نحن نحاول ما نتطرق لها على مود ما يصير عندنا تعقد أو في التعقيد في سلم مقام البيات أو في مقام البيات. هذا سلم مقام البيات كالآتي، نعيده من جديد: ري مي فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول فا مي ري. واضح إن شاء الله يكون زين. النقطة الثالثة هي مفتاح مقام البيات. طبعا مفتاح مقام البيات لا ينحصر على نغمة واحدة. المفتاح نقصد به هنالك هي نغمة افتتاح لكي يستطيع المبتدئ الاعتماد على هذه النغمة أو على هذه الجملة الموسيقية لتذكر مقام البيات أو للتمرن على أي مقام آخر. هذا معنى المفتاح. مفتاح مقام البيات لا يقتصر على نغمة معينة ولا يقتصر على مقطع معين. تمام؟ هنالك عدة أمثلة لمقام عفوا مفتاح مقام البيات. نعم، ولكن الأقرب لنا كقراء وكمستمعين للقراء وللروادين، أغلب القراء والمنشدين نقول 90% أو 95% من عندهم عندما يبدأون تلاواتهم ويبدأون بقراءة المحافل أو أيضا الردة الحسينية والخطابة يبدأون دائما بمقام البيات. فعلى سبيل المثال نجد أن قارئ القرآن يبدأ ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. تمام؟ هذا في مجال التلاوة. زين. وكذلك أيضا في الختام لتلاوة القرآن نسمعهم يقولون مثلا في نهاية التلاوة يختمون بمقام البيات فيقولون: صدق الله العلي العظيم. هذا في مجال التلاوة. أما مثلا الخطباء عندما يرتقون المنبر أول ما يبلش يقول: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي يا ابن رسول الله. هذا الخطيب. الرادود كذلك أول ما يبدي مثلا
عندما يتحدث في البداية يعني هيك يسوي، يقول يقولون أن السيدة زينب. هذه الطريقة في الحديث وهذا الأسلوب وكله بنغم البيوت. تمام. ونحن إن شاء الله سوف نأخذ أمثلة أو مفتاح لمقام البيات. مثلا على فرض المثال سوف نأخذ ابتهال مثلا للشيخ نصر الدين طوبار الذي يقول هو حين يهدي الصبح إشراقا سناه، وإن شاء الله سوف نسمعه الآن. حين يهدي الصبح إشراق سناه يسكب الطل رحيقا من ندى موقظا بالنور أدفان الحياة. كذلك يجب علينا أن نستخدم طريقة للتمرين. مثلا أنا هذه النغمة أو تقليد للقارئ الفلاني هذه صعبة علي، فاستخدم أسلوب آخر للتمرين وهو التمرين باستخدام الآهات. على نفس الدرجات استخدم مكان ما أقول ري أقول تمام. فهذه الآهات تتكرر لمدة 8 درجات صعودا، وبعد ذلك أخذها نزولا 8 درجات. تمام. فأنا بدل لا أقول ري مي فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول فا مي ري، فش أقول بدايتي همزة في أحمد الكريم. تمام. هذا التمرين يكون مهم جدا انه القارئ يتمرن على سلم درجات البيات. تمام. سلم مقام البيات لكي يضبط الدرجات لمقام البيات حتى يعرف أين يقرأ وما هي الطبقة المناسبة له لقراءة مقام البيات في أي درجة معينة يستطيع أن يؤدي بشكل جميل وصعب. نعم. هنالك سؤال قد يسأل السائل عندما أقول مثلا للقارئ أريد أن أسمع مقام بيات، يسألك السائل أي شخص يسأل بهذا السؤال يقول له يا سمعنا مقام البيات، سمعنا كيف تؤدي لنا مقام البيات. أول شغلة أنا كقارئ مثلا عندي مشكلة بمقام البيات، أو مرات أرتبك مثلا واحد يجي يسألني، فأول ما راح يجي الذهني أو أول ما يتبادر الذهني السؤال إيش راح أقول يعني من مقام البيات؟ شنو راح أقول من مقام البيات؟ تمام؟ الأمر الثاني مفتاح مقام البيات طار من عندي مفتاح المقام. تمام؟ الأمر الثالث أي درجة راح أقرأ بيها أنا؟ تمام؟ هذه كلها أمور راح تتراود الذهن. تمام؟ زين، أنا أريد أسمع مقام البيات من عندك، أنت حاول تكون ريلاكس وهادئ. تمام؟ أول شغلة تسويها تستحضر المفتاح في بالك. مثلا أنا حاط المفتاح الآهات، مثلا نقول على فرض المثال هذا المفتاح مالتك. أول شغلة تسويها أنت تستحضر المفتاح تخليه ببالك. زين، الشغلة الثانية أحاول بذهني أحاول من أدندن بالسلم أختار درجة معينة حتى أنا أؤدي بيها بشكل سليم. يعني أنا أؤدي مثلا بقول أؤدي بهاي مثلا وكم لله من فضل غني
وكم لله وكم لله وكم لله. هذه درجة أنا مرتاح بها، تمام؟ فأختار الدرجة، على فرض المثال أختار الدرجة المعينة اللي أنا أرتاح لها وأأدي بها. مثلا أنا الدرجة هسه اللي أرتاح بها مثلا نقول هذه الدرجة أني مثلا أحب أقرأ بها. زين، ناخذ مثال، مثلا على فرض المثال نقول بهذه الدرجة كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل أما الدليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. أخذت هاي الدرجة ليش؟ لأن أنا من هاي الدرجة اعتبرتها درجة ارتكاز لي وأنا مرتاح بها، أقدر من خلالها أرتقي إلى درجة عليا في مقام البيات، وأيضا أنزل إلى مقام أو درجة سفلى في مقام البيات. زين، النقطة الرابعة في مقام البيات هي أمثلة حول مقام البيات. هناك أمثلة عديدة إن شاء الله، هذه ليس بعلامة، أمثلة عديدة حول مقام البيات إن شاء الله سوف تستمعون لها الآن. أترككم مع استماع طيب للأمثلة، وأيضا نتمنى أن تعطونا رأيكم في هذا الفيديو وأن تشاركونا المعلومات هذه مع أصحابكم وأصدقائكم من قراء القرآن وخدمة الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسام يا غنوتي رايح رايح من عيوني، والسام يا غنوتي رايح رايح من عيوني، ما رحمني الدار انت نور البصر رايح. ما احلى والوداع بها المسيه ويعلوم المنيه بين الفاطم. هلا بك هلا بك، يا لك تجاوب. يا محلى الوداع يا محلى الوداع وعلوم المنية وعلوم المنية بين الفاطمي بين الفاطمي. وين الأحباب والله مليت العتاب يمتى نشتاق المشرع العباس صاب السهم عينه عالمشرع العباس صاب السهم عينه أحيا سهم العين وينكسر عادتي الميت يا شيعة لما يسكن ونينا تحضروا العادة وخوته عن يساره وعن يمينه هذا لي وسده ويجيب
حديد مقيدينا عام من شدة التقييد ينزف دماء من القيد ينزف دماء من القيد باقي الأثر لليوم وبياذن بمس أول مراسيل الحزن نسمة هوى جايب تلي مخلوق جاب صدر النفس شميت بريحة هلي من والدي جايب عطر مو ذاك عطر الأولي بريحة الفاقد ولد يمكن مشى الأكبر علي يا قارورة وخاف عني تجرحيني بخبر ثاني واموت قطرة قطرة الرسايل كلها خطرة واموت قطرة قطرة الرسايل كلها خطرة من دنيت منها المنية قعد عدها وقت الوصية تقل قراب يا بعد الروح ليا قرب منها ومن عدها الدميع خيار يقل لها دقل لي اشتهى يسين مردتي كبدتي يا ام حسن وحسين تقلب وكيت غسلي يا ابو الحسنين اريد اللي تشوف عليه تصبر تراني طاهرة ولو غسلتني اريدك لا تجيس ضلعي ومتني خاف يذوب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه واللائذين به تحت لوائه.